انا اشتغلت في بيت ناس محترمة، لكن بعد شهر اكتشفت ان جوز الست بيعمل فيا حاجات بشعة. واحدة بعتلنا مشكلتها وبتقول انا جوزي شغال مندوب في شركة شحن، وللأسف في يوم من الأيام وهو رايح على الطريق عمل حادثة بالعربية ورجليه اتكسرت، واضطر ان هو يعمل عملية كبيرة في رجليه ويركب شرايح ومسامير، والدكتور كتب له يعني راحة من الشغل خالص لمدة من 4 ل6 شهور. قال له خلال الفترة العلاجية ديت علشان تعرف تقوم وتسترد صحتك تاني وتعرف تمشي على رجليك. فطبعا جوزي اضطر ان هو يقعد في البيت طول المدة ديت، واحنا انا وجوزي كنا بنشتغل. هو بيشتغل مندوب في شركة شحن وانا بشتغل ناني في حضانة، ومرتبي على مرتبه كنا بنمشي الدنيا. فطبعا لما جوزي قعد من الشغل للأسف مرتبي ما بقاش يكفي، والفلوس اللي كانت معانا في البيت ابتدت تخلص ومش عارفين كنا نعمل ايه. وطبعا انا عندي اطفال عايزة اكلهم واشربهم ووديهم المدارس، يعني عندي مسؤولية بجد. فطبعا من هنا لهنا ابتديت افكر ان انا اشتغل شغلانة تانية، مع ان انا عارفة ان جوزي هيعترض، مش علشان فكرة الشغلانة التانية، علشان فكرة ان جوزي بيعترض ان انا اشتغل في بيوت ناس او اخدم ناس. فانا طبعا من هنا لهنا بدأت احاول اشوف بيوت ناس محترمة اروحها انضف فيها ساعتين كده بعد شغل الحضانة وارجع بيتي وكأني مفيش حاجة خالص، ومنها اهو يجيلي شوية دخل يساعدوني في مصاريف البيت والحياة. فطبعا انا اخت جوزي بتشتغل في مكاتب توظيف العمالة اللي هم الخدم والسواقين، يعني العاملات والبيبي سيتر والحاجات دي كلها. فطبعا بحكم شغلها في المكتب دوت كانت بتجيب لي بيوت الناس المحترمة دي اروح انضفها شوية بعد الحضانة واساعد المدام اللي موجودة في تنظيف البيت واخد اللي فيه النصيب وامشي. في يوم من الايام وانا في الحضانة جت ولية امر قالت لي انا عايزة واحدة تيجي تساعدني في البيت علشان عندي توأم، وعيالي التوأم الاتنين مبهدلني ومش عارفة اتعامل معاهم، فلو تشوفي لي حد ايه يساعدني في البيت وهديله مرتب كويس جدا. وقالت لي ساعتها على المرتب، وقتها انا قلت لها انا عايزه اشتغل عندك في البيت. قالت لها بس خدي بالك انا عايزه واحده تبقى طول اليوم معايا واخر اليوم تمشي، يعني شغلك في الحضانه ده مش هينفع، يبقى كده هتسيبي شغل الحضانه. وقتها طبعا انا وافقت وقلت لها انا موافقه، وكمان انا حسبتها بدماغي وقلت بدل ما يبقوا وظيفتين مع بعض وكمان وظيفة الناني في الحضانة دي مش مجزية قوي، ما اشتغل عند الست المحترمة ديت ومنها يجيلي مرتب حلو وتبقى شغلانة واحدة والمجهود يقل عليا. فطبعا انا وقتها ما بقيتش عارفة اعمل ايه وهفاتح جوزي ازاي. فروحت كلمت اخت جوزي ديت وقلت لها على الشغلانة اللي جاتلي وحكيت لها على كل التفاصيل وان الست محترمة، وفعلا رحنا سألنا عليها لقيناها ست محترمة وجوزها راجل محترم وشغال وظيفة محترمة جدا، وراجل يعني جنتلمان في نفسه جدا، والناس كلها كانت بتشكر فيهم وبيقولوا ان ده بيت ناس محترمة. فوقتها اخت جوزي قالت لي دي شغلانة فعلا كويسة، وروحي يا بنتي وربنا يوفقك، وانتي لو جوزك سألك بتشتغلي فين ولا بتتأخري ليه انا هقوله ان انتي جيتي اشتغلتي معايا في المكتب اللي انا فيه تساعديني في شوية اجراءات ورق وحاجات من دي، وبتاخدي اللي فيه النصيب علشان ما يعترضش على شغلك بعد شغل الحضانة. فطبعا رحت وقلت لجوزي نفس الكلام، واختي قعدت تقنعه من هنا لهنا وافق، وكل حاجة كانت ماشية تمام. ورحت بيت الناس ديت واشتغلت عندهم في البيت، وكانت الست محترمة جدا. وقتها انا خفت لحسن في يوم من الايام تسيبني في البيت لوحدي مع العيال
وتاخد بعضها وتروح تقضي مشوار، ويكون جوزها موجود، وانا مكسوفة ان اكون في البيت لوحدي مع جوزها. فسألتها في يوم وبقول لها كده: هو انت يا مدام حضرتك ممكن تنزلي وتروحي مشوار وتسيبي لي الاولاد؟ قالت لي: لا ما تقلقيش، انا ما بنزلش من البيت خالص، ومش هسيبك لوحدك خالص، اديكي شايفة التوأم اللي معايا والبيت وكده، ولو بنزل للضرورة القصوى، بس انا قاعدة ومش هنزل من البيت. وقتها انا طبعا اطمنت وارتحت ان في ست قاعدة معانا في البيت، وان كل حاجة ماشية تمام. وجوزها الصراحة كان راجل محترم معايا قوي في المعاملة. في يوم من الايام وانا في المطبخ بغسل مواعين وبروق المطبخ، والاقي جوز الست واقف في ظهري وحاطط ايده على كتفي وبيقول لي: عامله ايه النهارده يا فلانه؟ انا وقتها اتصدمت طبعا وزقيت ايده كده وقلت له: هو في ايه حضرتك؟ انت ليه بتحط ايدك على كتفي؟ لقيته بيقول لي: مالك في ايه؟ ده انا جاي بسلم عليكي وبطمن عليكي، مالك خفتي كده ليه؟ اما انك غريبة بصحيح. وخد بعضه وخرج بره المطبخ، وانا وقتها جسمي اترعش واتخضيت. الراجل ده بيحط ايده على كتفي ليه؟ ايه ده؟ ده اول مرة يعمل كده، ده عمره في حياته ما لمسني. انا بقالي عندهم اقل من شهر بشتغل وما حسيتش ان هو بيعمل تصرف كده ولا كده يدل ان هو يعني بتاع المنظر ده. فاتخضيت يوميها جدا وما بقيتش عارفة اعمل ايه، بس سكت وخدت بعضي بعد ما خلصت الشغل ورجعت البيت، وكنت خايفة وكنت مقررة ان انا ممكن اسيب الشغل، وفي نفس الوقت المرتب اللي الست بتديهولي فعلا مأزمني وماسك عليا مع ظروف بيتي. فقلت خلاص انا هشتغل عندها واقدر اخلي بالي من نفسي، ولو عمل حاجة انا اقدر اوقفه عند حده. وقعدت فترة بشتغل عندهم وكل حاجة كانت تمام. بعدها بكذا يوم كده لقيت جوزها معدي جنبي في الصالة وانا بمسح الصالة، والمدام وقتها ما كانتش موجودة، كانت مع الاولاد جوه بتنيمهم في الغرفة. ولقيته عمال يبص قوي على رجلي كده وانا بمسح، وبيبص عليا وانا موطية. انا وقتها اتصدمت، قمت وقفت وقلت له: في ايه حضرتك؟ هو انت ليه طلعت دلوقتي في الصالة وانا بروق؟ استأذنك بس تخش جوه علشان انا ما بعرفش انضف قدام حد. ولقيته راح معدي من جنبي وبيقول لي: ده انت عليكي جوزين رجلين زي القمر. انا وقتها سمعت كده وقلت له: انت ايه اللي بتقوله ده؟ قلت له: انا قسما بالله العظيم هروح ابلغ المدام عن الكلام القذر اللي بتقولهولي دوت، والكتف اللي انت مسكتهولي من كذا يوم انا مش ناسيه. ابعد عني لو سمحت، سيبني اشوف لقمة عيشي، انا عندي اولاد بجري عليهم وجوزي في البيت، ملكش دعوة بيا خالص. وخدت بعضي وخدت الجردل بتاع المسيح وفرشت السجاد ودخلت المطبخ، وكنت منهارة جدا ومصدومة. بعد الموقف ده بكذا يوم لقيته قاعد في الريسبشن، والمدام برضو كانت نايمة ساعتها، ولقيته بينده عليا بيقول لي: تعالي ثواني عايزة اوريكي حاجة. قلت له: لا انا مش جاية. قال لي: هقولك حاجة، هوريكي حاجة بس على الموبايل، تعالي كده. فروحت ودخلت الريسبشن عليه، لقيته بيوريني الموبايل وبيقول لي: بصي. فببص لقيت صوري وانا عريانة في الحمام وبستحمى وبغير هدومي. انا شفت المنظر ده لطمت على وشي، قلت له: ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الصور دي؟ هو انت بتصورني وانا في الحمام؟ انت اتجننت؟ انت ما بتخافش من ربنا؟ انت ما عندكش ضمير؟ لقيته بيضحك وبيقول لي: بصي بقى، الصور دي انا ممكن ابعتها بسهولة قوي لجوزك واوريله مراته بتعمل ايه في غيابه، جوزك اللي نايم على ودنه ده هناك في البيت وقاعد وانت بتخدمي عليه وبتصرفي عليه. هتعملي لي اللي انا عايزه منك وهتخليني اخد اللي انا عايزه منك ولا ابعت الصور؟ طبعا انا لما سمعت كده دعيت عليه وقلت له: ربنا ينتقم منك يا شيخ. وخدت بعضي
وجريت وخدت شنطتي وروحت بيتي وكلمت اخت جوزي، قلت لها الحقي مصيبة، الراجل المحترم اللي كنت شغالة عنده في بيته جوز الست طلع مركب لي كاميرا في الحمام وبيصورني وانا قلعة ملط، صوري كلها معاه على الموبايل. يا نهار اسود على الفضيحة، هيبعت الفيديوهات لجوزي وجوزي هيعمل ايه؟ انا جوزي هيتشل، ده غير ان انا هتطلق، ده غير ان بيتي هيتخرب. هو بيعمل فيا كده ليه؟ انا عايز مني ايه؟ لقيت طبعا اخت جوزي بتقولي وقتها احنا لازم نتصرف في الموضوع ده، واهدي ما تجيبيش سيرة لجوزك خالص، لان فعلا اخويا لو عرف الموضوع ده مش هيسكت، هتجلطيه. وانت عارفة اخويا مشكلته ايه؟ مركب شرايح في رجله ومسامير وعامل عملية كبيرة مش بيعرف يتحرك. استني وانا هحاول احل الموضوع معاكي. طبعا وقتها بقينا عمالين نفكر من هنا لهنا مش عارفين في ايه. طبعا انا وقتها ما روحتش كمان الشغل، لقيت المدام بتكلمني وبتقولي انتي ما جيتيش ليه النهارده؟ قلت لها اصلي تعبانه الاسبوع ده كله، احتمال كبير ما جيش لان انا عندي دور برد شديد جدا وخايفه اجيلك البيت اعدي الاولاد، فخليني ايه شويه كده اخف واجيلك. قالت لي وقتها لو انتي مش هتيجي كمان الشغل قوليلي علشان اشوف حد تاني. قلت لها لا يا مدام انا هاجي ان شاء الله. وقعدت انا واخت جوزي نفكر نعمل ايه. قالت لي مفيش حل غير ان انتي تروحي لمراته وتفضحيه وتقولي لها على الحقيقة، وقتها هي اللي هتجيب لك حقك وهتمسح الصور دي من على تليفونه. قلت لها انت متأكدة؟ قالت لي اه انا متأكدة. وفعلا خدت بعضها ورحت انا وهي البيت يعني عند المدام اللي انا شغالة عندها، وقعدنا في الصالون. قالت خير في ايه؟ لما شافتني انا واخت جوزي داخلين قلنا لها عايزين نتكلم معاكي في موضوع مهم جدا. وقتها استنينا لما جوزها خد بعضه ونزل من البيت، وهو طبعا اصلا كان واقف وحاسس ان في حاجة غريبة بتحصل واخد باله، بس ما جاش في باله بقى ساعتها ان انا هفضح نفسي وهفضحه بالطريقة دي. وفعلا خدت خطوة بكل جراءة وقلنا لها على اللي جوزها بيعمله، وافاجئ بردها وهي بتقولي اخرسي يا كذابة يا قليلة الادب، انا جوزي ما يعملش كده، استاذ فلان الفلاني ما يقدرش يعمل كده، انت واحدة كذابة، ودي حركات خدامين كدابين بيضحكوا بيها على اولاد الناس. انا جوزي راجل محترم يا حبيبتي، والقذارة اللي بتقوليها دي اكيد انت اللي بتعمليها مش جوزي. وطردتنا وقالت لنا خدوا بعضكم واطلعوا بره. وقتها طلعنا بره انا واخت جوزي، طلعنا بره البيت وما كناش عارفين نعمل ايه، وانا عماله اعيط وبلطم ومنهاره، والست مهما حلفت لها مش مصدقاني. خدت بعضي وروحت. دلوقتي انا مش عارفه اعمل ايه في المصيبه ديت. انا بقالي اهو داخله في اسبوعين ما رحت لهاش الشغل ولا رحت كلمتها ولا هي كلمتني ولا جوزها اتصل بيا ولا بعت صور لجوزي لحد دلوقتي ولا اي حاجة حصلت. بس فعلا انا مرعوبة ومش عارفة اعمل ايه. اروح احكي لجوزي على اللي حصل علشان يجيب لي حقي من الراجل القذر اللي صوري عنده على الموبايل دوت وممكن يبتزني بيها ولا لأ، ولا اسكت وكأني مفيش حاجة حصلت واستنى لما المصيبة تحصل وساعتها اتصرف. ودي كانت المشكلة اللي هي بعتها لنا النهاردة.